السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء الغاليين، أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة أم إبراهيم المتواضعة على اليوتيوب. وقبل ما نبتدي ما ننساش ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حابة أني أقدم معكم وصفة بسيطة ولذيذة وخفيفة وسريعة. عندي صدور الدجاج قطعتها شرائح، أضفت لها الزبادي وبعدين رشة فلفل أسود ورشة ملح، وحضيف لها كمان معلقة خل. هحركهم كويس ولخبطهم تمام كويس. بعد كده هضيف لهم كمان ربع معلقة من بودرة الثوم، وطبعا أضفت لهم كمان ربع معلقة من بودرة البصل. وبعد ما خلطتهم كويس المزيج، أضفت للزيت اللي أنا حميته كويس وتركته على النار لما نشفت ميته كله، اللي هو الزبادي نشف يعني، لأنه بيطلع سوائل، كل السوائل اللي فيها نشفت. أضفت له البصل، أنا كنت محمراه وحاطة معاه فلفل حار وثوم، يعني قطعة من الثوم، وتركتهم لما نشفوا وبقوا معاي بهذه الطريقة أو بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. عندي خبز التورتيلا، هدهن عليه الصوص اللي يناسبني، اللي انا حابه اني استخدمه. كل واحد يحط الصوص اللي يناسبه. انا حطيت له اللي هو المايونيز والكاتشب. هذه اضافتي كانت للساندويش اللي انا سويته. ممكن تضيفي اي نوع من المخللات، وبالاخص الخيار بيبقى ألذ. هضيف الدجاج اللي انا حمرته، وبعد كده اضيف البطاطس وبلفها على شكل رولة. بعد ما خلصتها هضيفها، قصدي بعد ما خلصتها هلفها على شكل رولة وحمرها فوق المقلاية او الطاوة زي ما انتم شايفين. اداني اللون الجميل الرائع. قطعتها زي ما انتم شايفين، وبالهنا والعافية. أكلة بسيطة ولذيذة وسريعة. وإذا عجبكم المحتوى بتمنى إنكم لا تنسوني بلايك وشير، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والله يرضى عنا وعنكم. استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه.